لما باجي العب جانبي بالشكل ده، لما باجي العب جانبي في ناس كتير كانت فاكره في الاول خالص ان ده بيشغل الكتف الجانبي اكتر. ده كان بيعمل خلل كبير جدا في البروجرام. ليه؟ لان ممكن عميل يقوم داخل يلعب شولدر بريسز وبعد كده يقوم مدخله شولدر بريسز بس اللي هو ايه بالجنب، فهو يبقى فاكر ان هو لعب تمرينتين، واحده على الكتف الامامي وواحده على الكتف الجانبي، ولكن في الحالتين بيشغلوا كتف امامي اكتر. انا هنا اهو في الكتف الامامي هنا اهو كده كده كتف امامي شغال مفيش فيها ايه اختلاف، لكن هنا بيشغل كتف امامي الاول وبعد كده بيبدا ينقل شويه على الكتف الجانبي، ولكن ستيل لسه اكبر نسبه تحميل موجوده على الكتف الامامي مش الكتف الجانبي. وده برضو يرجع لحاجه ثانيه وهي عظمه الهيومرس. فرق كبير ما بين عظمه الهيومرس ما بين وهي عامله كده وما بين وهي عامله كده. انا عندي هنا الالياف العضليه بتاعه الكتف الامامي رايحه ازاي؟ رايحه كده. طب والكتف الجانبي رايحه ازاي؟ رايحه كده. فلما انا اجي اقوم عامل العظمه بتاعتي كده، انا هنا الحمل ستيل على الكتف الامامي. ليه بقى بقول الكلام ده؟ عشان انت لما تيجي تحط جسمك في البوزيشن ده وتيجي تلعب شولدر بريسز، اكيد في فرق ما بين لما بعمل كده وفرق ما بين لما بعمل كده. العظمه بتاعتي لما اتحركت بالشكل ده وجهت الياف عضليه مختلفه ان هي تشتغل. فانا في فرق ما بين لما الهيومرس عندي تبقى كده وبريس، وفي فرق ما بين لما اعمل كده هو ايه واعمل ابدكشن. وخد بالك ما بين حاجه والثانيه ان في اغلبيه الحاجات البريسز بتلاقي الكتف بتاعك بيشتغل هو والترايسبس. انا وانا بعمل كده انا ستيل ببريس وهنا ستيل ببريس.